بغيابات عده الاهلي نفد من طلائع الجيش وعدى. قبل اي حاجه اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ايوه من تحت كده زي ما انت شايف. قبل اي حاجه، هو ايه اللي بيعمله حكم اللقاء؟ محمود البنا. محمود البنا في نهايه الشوط الاول ادى انذار عمرو السوليه. طب اداله انذار ليه؟ فاكر ان عمرو السوليه لعب الكوره، يعني كان في كورتين في الملعب، ففاكر ان عمرو السوليه هو اللي باص الكوره اللي هي اللي مش اساسيه ناحيه الهجمه فعطلها. طب ازاي يعني عمرو السوليه يعمل كده وهو مش من مصلحته اصلا ان هو يعطل الهجمه اللي هي بتاعه الاهلي اصلا؟ او يجوز افتكر ان عمرو السوليه هو اللي دخل الكوره الملعب من البدايه. تقوم العاده التلفزيونيه تثبت ان اللي عمل كده القندوسي. القندوسي من البدايه كانت الكوره كده ماسكها في ايده، فاللاعب اللي طلع جه يلعب الكوره فالقندوسي دخل الكوره جوه الملعب. فاذا كان حد ممكن يستاهل انذار فهو القندوسي. ولعيب الطلائع بعد كده اللي لعب الكوره باتجاه الكوره الاساسيه اللي كان الاهلي رايح بيها ماتش هجمه، الاهلي فيبقى لايك ينزل واشتراك القندوسي وشوف ينزل اللي لعيب من وراك. الطلائع. اول حاجه عملها بسم الله الرحمن الرحيم راح انزل عمرو السوليه ومنتهى الشده كده طب عمرو السوليه ماله؟ فعمرو السوليه بيتجنن، مش انا ما عملتش حاجه. راح جه احمد عبد القادر اعترض لانه شايف ان في ظلم، فراح مدي احمد عبد القادر كمان انذار. يعني الاهلي كده اتعور في انذارين ما لهمش لازمه. وفي الاخر قعد يلف ويدور، في الاخر حد كلمه بقى تقريبا في الكوميونيكيشن سيستم وقال له لا ده في لعيب من الطلائع هو اللي بصل الكره، فراح ادى بتاع الطلائع انذار. طب انت قبل ما تعمل كده ايه لازمه الكوميونيكيشن سيستم اللي في ودانك؟ ما طالما ما شفتش، ما انت لما رحت اديت لعمرو السوليه انذار يبقى انت ما شفتش. طالما ما شفتش ما تسال يا عم في الكوميونيكيشن سيستم، اسال مساعد الحكم. طالما مش هنقول اسال الفار، اسال الحكم الرابع. ما كل دول متوصلين ببعضيهم لان الفار مش هيتدخل في حاجه زي كده. ولو ان الفار، طب ما هو الفار برضه بيقولوا يعني تحديد هويه الحاصل على الانذار. يعني طب ما هو مش عمرو السوليه اللي عمل كده؟ في بدايه الشوط الثاني لقيناه بيكلم عمرو السوليه وبيضحكوا مع بعضهم، غالبا بيعتذر لعمرو السوليه او بيقول له خلاص انا عرفت ان مش انت اللي بقى اللي اديتك الانذار او مش انت اللي كنت المفروض تاخد الانذار، لكن استفدت انا ايه؟ انذار اتأيد باسم السوليه واحمد عبد القادر خد انذار الاعتراض. طبعا غلط ان هو يعترض، بس ما هو انت يعني كره تجنن. طيب عدينا دي كره مصطفى شوبير. اسلام محارب بالستارز بتاعه في وش مصطفى شوبير فوق فوق الحاجه. طيب الكرة دي فيها تهور، ما فيهاش اهمال، ده فيها تهور. هنقول الاسلام مش شايف حاجه، لكن الواقعه حصلت. رجل اسلام راح في راس شوبير. طب ما هو لازم هنا طرد، ما اداش طرد. ازاي دي ما فيهاش طرد؟ طب الفار ما رجعوش ازاي؟ حاجه غريبه. كان لازم الفار يعمل يعني يبص على الكوره. معقول بص وشاف ان هي تسهلش غير انذار؟ طبعا اخيرا ضربه الجزاء اللي حسبها لازم تبقى ضربه جزاء، يعني الاثنين بيلعبوا بينج بونج بايديهم. مكاسب المباراه دي كبيره جدا، منها عمرو السوليه على وجه التحديد ومحمد مجدي قفشه ان هو تاني يرجع يفوق عشان يبقى عندك بدايل لخط وسطك اللي هو مكون من مروان عطيه وحمدي فتحي واليو ديانج. لو اي حد من الثلاثه دول يعني لاي سبب ما غاب لازم يكون عندك حد جاهز. الجاهز منهم عمرو السوليه. وطبعا اطمنا على نبيل كوكا برضو لعب شويه النهارده، لكن قفشه كان لازم ان هو نفسيا يبقى تمام، عشان قفشه لو بقى نفسيا تمام ممكن ان هو يحاول يطور من نفسه في حكايه الدفاع دي فيبقى برضو بديل في وسط الملعب، لان القندوسي يعني لسه القندوسي عاوز وقت. عاوز وقت يعني. طبعا هو ما ينفعش يلعب القندوسي في المكان اللي هو كولر بيحاول يلعبه فيه اللي هو يلعب كجناح يمين. صعب قوي القندوسي يلعب كجناح يمين. واضح ان القندوسي لاعب وسط ملعب اكتر منه لعيب اجنحه، لانه ما عندوش السرعات وما عندوش المهاره اللي هو يرقص وهو بيجري. لكن كولر قدر ان هو يفوز من المباراه وده المطلوب. ما كناش بنعمل كده في السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت لو تفتكروا فريق زي طلائع الجيش ده كان بيضيع مننا الدوري دايما، وكان دايما الدوري يعني بيهدى الى 100 عقبه عن طريق فرق زي طلائع الجيش، زي مثلا سموحه، زي مثلا سيراميكا كليوباترا. الاهلي كان بيتعادل مع الفرق ديت لما كان موجود بيتسو وسيماني. الحقيقه ان المباراه ما كانتش جيده اطلاقا من النادي الاهلي في الشوط الاول. كان طلائع يعني تخيلوا طلائع كان اخطر من الاهلي في الشوط الاول. النادي الاهلي ما كانش فيه اندماج خالص ما بين لعيبته، لان خد بالك الاهلي ما بيعملش روتيشن. الاهلي بيعمل يعني نقول ايه، بيلاعب لعيبه اضطراريه. يعني هو مضطر. ليه بقول مش روتيشن؟ الروتيشن لما كولر عملوا الماتش اللي فات عمل ايه؟ ساب الناس اللي هي التقايل اللي هم العمود الفقري للفريق، ساب خط الوسط وساب علي معلول وساب محمد هاني. ولما غير يا دوب محمود متولي، يعني واحد في كل خط مثلا. يعني غير محمود متولي، طبعا حارس مرمى اجباري غيرنا علي لطفي، والدفاع قلنا محمود متولي بس، ساب عبد المنعم، ساب علي معلول وساب محمد هاني. فطبعا في تفاهم وتناغم ان محمود متولي مش بعيد عنهم. خط الوسط سابه زي ما هو.
لعب في الهجوم احمد عبد القادر، هو ده اللي غيره، وبرضه احمد عبد القادر مش بعيد عنهم. محمد شريف، برضه محمد شريف مش بعيد عنهم. ده الروتيشن، ان هو بيريح حسين الشحات، بيريح بيرسي تاو، او حتى كمان بيرسي تاو كان بيلعب الماتش اللي فات، بيريح حسين الشحات، بيريح كهربا، بيريح محمد عبد المنعم. ده اسمه روتيشن. لكن النهارده انت مش روتيشن، النهارده اضطراريا بتلاعب ناس، لان طبعا الجهاز بتاع الاصابات اللي الاهلي مركبه جي بي اس مثلا بيقول ان اللعيب دوت مجهد، زي مثلا بيرسي تاو، او مثلا ممكن يكون حسين الشحات، محمد عبد المنعم. فعمل ايه؟ اضطراريا طبعا انت لعبت مصطفى شوبير، هنقول هسيبك من حارس المرمى، بس اضطراريا لعبت محمد اشرف وخالد عبد الفتاح. اي نعم خالد عبد الفتاح مش بعيد، لكن ما بيديش نفس الاداء بتاع محمد هاني. ولعبت في وسط الملعب الي جانج، عمرو السوليه، قفشه. هم الثلاثه دول المفروض ان هم كويسين مع بعضهم، لكن مش مندمجين بقى مع الباقي. يعني مثلا انت لما تيجي تبني الهجمه من ناحيه محمد اشرف مش هو علي معلول، لما تيجي تبني الهجمه من ناحيه خالد عبد الفتاح مش هو محمد هاني، لما تيجي تعمل جبهه ما بين بيرسيتا ومحمد هاني مش هي جبهه خالد عبد الفتاح واحمد قندوسي، اول مره يعملوها مع بعض. احمد عبد القادر ومحمد اشرف مش فاهمين بعض. فبالتالي الاهلي بيعتمد على ان الاجنحه ليها ادوار مركبه وبتنزل تحت وبتستلم، وساعات بيبدا الهجمه على لعيب من الاطراف، الباك مثلا محمد هاني او علي معلول. فكل دوت النهارده مش موجود، الى جانب ان احمد القندوسي مش مكانه دوت الافضل حاجه، يعني مش ما يلعبش ان هو يلعب جناح. طبعا طاهر كان افضل ان هو يلعب في المكان ده، وطاهر لما نزل الشوط الثاني كان افضل من احمد القندوسي، لكن هو كان ليه وجهه نظر ان القندوسي يلعب في بدايه اللقاء. قفشه طبعا ما بيعرفش يلعب غير في خطه 4 3 4، مش بيعرفش يلعب 4 3 3، بيلعب 4 3 2 1 مثلا، او بيلعب يعني كمركز 10. فلازم انا اسف 4 2 3 1. فلازم يعني قفشه الخطه تتغير عشان هو يقدر يأدي. فده كله لخبط الاهلي، خلى الشوط الاولاني يطلع مش احسن حاجه. بعد كده طبعا الشوط الثاني اتعدل الموضوع شويه، لكن صراحه هو اتعدل مش عشان تدخل من مارسيل كولر، هو اتعدل لان الاهلي كان حظه حلو ان قفشه جاب جون في بدايه الشوط. فلما قفشه جاب جون في بدايه الشوط الدنيا فكت، ولعيبه الطلائع يعني حبطت، وحست ان لا احنا كنا بنلعب على نخطف جون، فبالتالي الماتش اتصعب شويه على الطلائع وتسهل بالنسبه للاهلي. امتى الاهلي بدا يعني نلاحظ ليه شكل مختلف عن الشوط الاول؟ لما طلع القندوسي ونزل طاهر محمد طاهر، مش عشان تفوق طاهر العظيم، يعني مش هو ده مستوى طاهر، لكن لان طاهر اساسا ممكن يلعب جناح، وطاهر صنع واحده على عمرو السوليه في اخر الشوط، وصنع هو ضربه الجزاء، فيعني عمل نشاط اكتر من احمد القندوسي. يمكن القندوسي وقفشه يعني هما الاثنين ادوارهم شبه بعض، فبيخش القندوسي لجوه فبيبقى في لخبطه، اضافه الى عمرو السوليه بيكمل. لكن نفسيا قفشه لما جاب الجون ارتاح، يعني ده برضو يخليه يفوق. الحاجه الغريبه ان برونو سافيو خد فرصه، وشايف يعني فرحته مع اللعيبه ان الاهلي جاب جون، يعني فرحه كويسه، بيحاول. مش عارف، طب ما بيطلع كلام ان هو مش مرتاح مش مبسوط مش عارف ايه، بس انا شايفه كويس مع اللعيبه. عموما هو غالبا شكله ماشي. بس يعني النهارده لما تبص في دكه البدلاء هتلاقي مثلا في اتنين غايبين، علامه استفهام كبيره قوي ان هما الاتنين دول يغيبوا. شادي حسين غايب، طب ليه شادي حسين يغيب؟ يعني امال شادي حسين لو ما خدش دلوقتي ياخد امتى؟ ايمن اشرف، انت لعبت محمد اشرف وجايب كريم الدبيسي احتياطي ليه؟ وايمن اشرف بره القايمه، معنى كده ايمن اشرف ده مش رقم حتى 4. ده يعني ده رأفت خليل ده ممكن يبقى اصلا يسبق كريم الدبيس، يبقى علي معلول رقم 1، رقم 2 محمد اشرف، وبعد كده رأفت خليل، وبعد كده كريم الدبيس. يعني ايمن اشرف ده مثلا رقم 5. يعني في حاجه غريبه في موضوع ايمن اشرف. كولر مش من المدربين اللي هم بيحبوا يكرهوا، او اللي هم يعني بيعاند، لا، ما هو اسمه ايه، احمد عبد القادر قبل كده عمل موقف مع كولر وكولر سامحه. عمرو السوليه كان مره اتقمص وبرده كولر عداها. ففي حاجه، هل ايمن اشرف عمل حاجه جامده والاهلي اخفاها، يعني خبى عشان يعني بنغطي على اوضه اللبس وما يبقاش اوضه اللبس يعني فيها مشاكل او كده؟ فالاهلي يعني عاقب ايمن اشرف في السر مثلا، وكولر خلاص شايف ان هل مثلا ايمن اشرف اعترض على كولر بشكل فج اكتر من يعني من المتوقع، او قال يعني ما هي ملهاش حل غير كده؟ الراجل مش من النوعيه دي، استحاله يكون ايمن اشرف كباك شمال او كمساك مستواه اسوأ من محمد اشرف او من كريم الدبيس او من رأفت خليل. معقول ايمن اشرف مستوى يعني اسوأ من دول؟ طب معقول ايمن اشرف
كمدافع مستواه وحش لدرجه انك تفضل عليه رامي ربيعه صاحب الاخطاء الكارثيه. اه ماشي، رامي ساعات بيبقى عامل ماتشات قويه وابن من ابناء النادي الاهلي وفوق راسنا، بس ايمن يعني اسمه ايه دوت محمود متولي ورامي ربيعه ليهم اخطاء كارثيه. يعني انا بشوف ان ايمن اشرف ومحمد عبد المنعم كانت ممكن تبقى ثنائيه قويه جدا، لان ايمن اشرف بيميل ناحيه يمين ويغطي على علي معلول. ففي حاجه غريبه في الموضوع بتاع ايمن اشرف. السولية النهارده ادى اداء كويس ومستواه كان حلو وجاب جول من ضربه جزاء وضيع فرصه في الاخر وعمل خطوره في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. محمد اشرف زي ما قلت بعيد جدا عن مستوى علي معلول. الاهلي محتاج طبعا تدعيم في الجنب دوت، لان محمد اشرف لازم يخرج اعاره بقى، يمكن ربنا يعني يصلح حاله لما يخرج ويبقى مستواه يعني يؤهله اللعب في النادي الاهلي. نيجي بقى ل اخر حاجه، هو ليه ظهر الاهلي فاضي؟ يعني ليه ظهر الاهلي فاضي ملوش اعلان؟ ازاي الاهلي مش مستغل المكان دوت؟ يعني المفروض يعمل في اعلان. لو تسمعوني لحد هنا، انتم احسن جمهور واحسن اخوات، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسع احنا الشياطين، حضر الاهلي يا بني ادمين، ستنا مسمع يلا للصين.